Hello, it's me. اوكي. براند خالد اللي حكى عن ارام اللي ما اعرف شنو حكى عنه ما فهمت بس هو اللي براند خالد هي منصه نسولف فيها عن امور الكوميونيكيشن والبراندنج والماركتينج نوعي بها الناس بهذا المجال خاصه جماعه البزنس والمصممين والناس العاديين حتى ممكن يعرفون اكثر عن المجال. بالبدايه البرزنتيشن بدينا بسؤال محمد رجع لي وات ديزاين. احنا كنا او اغلبنا موجودين ونعرف انه منصه بيهانس هي منصه للمصممين. فاول سؤال تساله انه شنو هو التصميم؟ طريقه تفكير حتى تحل بها المشاكل. وهذا يمكن احسن تعريف اللي نعرفه او نعرف بالديزاين انه هو طريقه للتفكير. شو تقول عليه؟ اغلب الناس فاهمين ان الديزاين كنظرة عامة، اغلب الناس فاهمين ان الديزاين هو شلون اخلي الشغلات حلوه، بس بالحقيقة هو شلون اخليها تشتغل، شلون اخلي هاي الشغلات اكثر مؤثرة، اكثر بالاودينس مالتي حتى تحط الامباكت بالاخير. هاي نقطة ستيف جوبز يقول ديزاين از هاو اتس ورك، يعني شلون اخليها تشتغل، تمام؟ يعني التركيز الرئيسي للديزاين هو الفانكشن. انه انا شلون اخلي هذا الشيء يستخدم الزبون مالتي، يستخدم التارجت مالتي، شلون يشتغل، مو على مود انه هو مسوي ديزاين على مود يطلع حلو، لا، الديزاين وظيفه، الديزاين شلون تحل مشكله للزبون مالتك. اكو هواي ناس او اغلب الناس الموجودين سواء ديزاينرز او الناس اللي مو اللي يشتغلون بالتصميم يعتبرون الديزاين هو مجرد الوان، خطوط، صور، انه يطلع هيئه شكل او صوره او ممكن يكون برودكت بشكل حلو. اوكي حلو زين، اذا هذا الحلو ما اشتغل عند الناس، ما اشتغل عند التارجت مالتك، هذا شلون زين؟ هذا بس فن. اذا انت تجي وتصمم على اساس انه حلو، انت معناته انه شفت هذا اللون مالتك حلو، هذا الاصفر حلو على هذا اللوحه، او هذا الاحمر حلو على هذا البرودكت، معناته انه انت جيت وظفت ذوقك بهذا البرودكت، خليت ذوق مالتك بالبرودكت مالتك او بالصوره مالتك، وبالتالي انت ما حليت مشكله. انا من اجي اصمم شيء هدفي الاول والاخير انه اخلي الناس او اعرف الناس بهذا الشيء اللي يستعملوه. فالديزاين هو حل لمشكله وتوصيل بها رساله. بالضبط، هو شلون نحول الايدياز الى شيء يعني كونستراكتد الناس تشوفه وتتاثر فيه وتتفاعل وياه، تمام؟ محمد يستاهل ولا؟ بالضبط. انا اليوم اللي اطب محل القى هوايه من المنتجات وهوايه من العلامات التجاريه. وظيفه الديزاين هو شلون يخلي هذا الشيء ميمورابل، شلون ابقى اتذكره ورا فتره واشتريه واشتريه. قرار الشراء راح ينبني على مجموعه elements قدامي، شلون اختار الاختيار وهنا وظيفه الديزاين، شلون يوصل لي رساله اللي تخليني بالاخير اختار هذا الشيء من دون مجموعه. يعني اذا عندي مجموعه بقاله كل واحده شكل ديزاين، انا راح اختار الشكل الحلو هذا، انا ما اعرف شيء عنه، راح اختار الشكل اللي ارتاح له، راح اختار الشيء او المسج الاكثر مؤثره. بالضبط. المنتج او هذا الشيء اللي تشوفه راح تميزه عن الباقيين، راح تميزه عن الناس اللي مستهدفين، راح تميزه عن الشركات الباقيه، راح تخلي هذا المنتج اللي يختاره التارجت مالتك راح تخليه انه هذا يكون ميموربل بالنسبه له، راح يتذكر انه هذا البرودكت اللي اشتريته، هذا الكرسي اللي اشتريته كان فلان انا ارتحت به الى الامور الوظيفيه الاخرى. هذا بالنسبه للديزاين. نيكست. اوكي. بعد واحد. زين. شنو يعني براند؟ هو عمليه البراندنج، انه انت تجي تبني تشتغل على بناء الصوره الذهنيه انه شنو اللي يميزك عن باقي البراندز، شنو الشغلات اللي انت موجوده بيك وتركز عليها عن باقي البراندز، او بناء الصوره والسمعه لهاي الشركه، لهذا الشخص، لهاي المؤسسه، وبالتالي هي بناء صوره ونفس الوقت. بالضبط، البراندنج هو building awareness and loyalty. اللويالتي هو مو بس الزبون يشتري هاي البضاعه ويبغى يشتريها، وانما شلون يحكي عليها شيء زين، شلون يحكي قصه لاصدقائه، شلون يحكي عليها للاقرباء مالته. طبعا اغلب الناس يتاثرون بالشخص القريب ولا يتاثرون بالشخص البعيد وبالاعلام. اليوم اللي انا صديقي يقول لي انه هاي العلامه التجاريه او هذا المنتج او هذا او اي شيء او anything انه هذا الشيء زين، انا اثق برايي اكثر، هذا الشيء اكثر مؤثر، تمام؟ فاحنا هدفنا بالبراندنج هو نخلق بالاول اويرنس، انا هذا الشيء افهم الفيجن مالته، افهم الرساله مالته،
بالتالي وراح يصير عندي لويالتي، يصير عندي ولاء شلون يقول اتجاهه انه هذا شيء زين، وأنا احكي لاصدقائي والناس المقربين. بالنسبه للبراندز هو عباره عن 3 شغلات مكونات نقدر نختصرها. هذا بالسابق كانت البراندز تنبني على اساس ماس، ما كانت تنبني على اساس مي، يعني مو انا كشخص، كانت تنبني على اساس جامده برودكت، ان احنا نشتري هذا المنتج لان المنتج ياباني، هذا المنتج جيد بالصنع، هذا المنتج فيه فيتشرز وفيه كاركترز زينه تمام. بس اليوم ما صار المنتج جديد، تغيرت الفساد. فبالسابق كانت اكو كومباني، كان اكو كوميونيكيشن انه هاي توصل الفيتشرز والكاركترايز لها، بس ما كان انه اوصل شنو هاي تعني للناس، شنو هاي تاثر باللايف ستايل مالتهم. البرودكت هو برودكت، ما كان مبني على اساس فاليوز، ما كان ستيف جوبز يقول ماركتينج از تو هاو تو كونكت فاليوز، انا شلون اوصل هاي القيم للناس، شلون ادخلها باللايف ستايل. وظيفه البراندنج هو ابني كوميونيكيشن بين البرودكت والكاستمر. زين انا اذا اوصل لمحمد ادخل في جديد بحياته، محمد عنده لايف ستايل يقعد الصبح الى ان يخلص يومه، اذا اريد اوصل له وادخل منتج جديد فيه لازم اعرف شنو الجاب واعرف شنو المشاكل اللي ممكن تصير، وبالتالي ادخل فاليو جديد وادخل فد جديد. اوكي اجي عام 1960 يمكن 1950 او احنا يمكن كنا سامعين اجدادنا ابونا امنا انه كان يقول لك والله هاي الصوبه كانت فد شيء يابانيه، والله هاي السياره فد شيء المانيه، يحكي لك عن المنتج نفسه، يحكي لك عن انه شلون كان انه يظل مده طويله ما يخرب، هاي كل الامور كانت التركيز عليها انه هاي الشركه تشتغل انه شلون تطلع منتج للناس انه به مميزات به فوائد غير الباقي. يجي ابو الشركه يقول يا المنتج مالتي هذا يرقص، هذا هيك، هذا يعطي مواصفات زين، ففي سبيل انه يقنع الناس انه هذا المنتج مالتي احسن شيء. هذا بالنسبه للبرودكت وطريقه الكوميونيكيشن. زين بعد ذلك راح نحكي قبل البراندنج انه هو بيلد اورنس اند لويالتي، قبل لا نعرف الستيج حتى نوصل للبراندنج. هو البراند ايدنتيتي، بس هذا الفرق. البراند ايدنتيتي شنو هو؟ هو الهويه، هو الشركه اللي تقول عن نفسها. اليوم اللي انا على الستيج ولا بسقاط بدي اوصل رساله معينه، شنو انتم تفهموها؟ هذا البراندنج، هذا شنو انتم استوعبتوا من هاي المسج. البراندات هي ابركرومبي فيتش، طبعا هذا براند مال ملابس كان يعتمد على البيوتي ماركتنج. بالضبط، البيوتي ماركتنج شنو؟ اكو قضيه نفسيه سايكولوجيست يقولوها الهالو او تاثير الهاله. تاثير الهاله شنو؟ انه شخص جميل انطباع الاول عنه انه انا اعتبره هو شيء جيد، او ملابسه تكون مؤثره بارسم صوره ذهنيه معينه لك عنه. فالهالو افكت شنو؟ تقول مثلا اذا كان الشخص حلو واشوفه لابس ملابس اتوقع او ابني فد قناعه انه هاي الملابس من البسها انا حتكون حلو. هذا تاثير بنى على صوره اوليه او قناعه وصلت لقناعه ثانيه تمام. فكانوا يستخدمون البيوتي ماركتينج انه اغلب الموديلز مالتهم حتى العمال او الناس الامبلوي يشتغلون بالمحل يكونون ناس ما خلينا نصور بدينا. اوكي. فهنا هم هذا اختبار نفسي. شو يقول احنا لو جينا سالنا الناس على بس توصفون السياره بدون هاي المراه راح يصفوها بوصف، لكن ما خلينا المراه كعنصر داخل الصوره. نفس الحكي انه جت الشركات قالت انا لازم اواكب الانسان دي وعي، دي يعرف اكثر، يتعلم اكثر. انا ما اجي بس ابيع له منتج، لا انا لازم استخدم عواطف والامور وتفكيره واكون مثله، اكون اخطط انه شلون اوصل عن طريق العواطف. فانا كشركه ما اكون مجرد جماد يتعامل ويا انسان، لا انا اكون بيرسوناليتي، انا اكون شخصيه تتعامل ويا شخصيه. يعني هيئه الشخصيه، مثل الانسان ممكن يجوع، ممكن يفرح، ممكن يغضب، ممكن هاي الامور والمشاعر راح تكون ضمن البيرسوناليتي مال الشركه، وبالتالي تحول مفهوم الايدنتيتي بالايموشنال براندنج الى البيرسوناليتي، الى الشخصيه. مجرد انه انا مو اكون ابيع منتج وخدمه بس، لا انا لا اجي اواكب واوصل للتارجت مالتي واصير قدام الشخص حتى افهمه ويفهمني. هذا قبل كانت كوميونيكيشن ستارت فروم كوميونيكيشن دايلوج، انه انا احكي واسمع المقابل شنو يقول لي وشلون محاوره تصير فيني from company to lifestyle from product to experience. احنا بنسافر، ما نسافر بس على اساس الاماكن. لو برج ايفل يجيبوا لنا بالبيع ما راح يكون مؤثر قد ما اكو
الناس والكلتشر اللي يمي المكانات بحد ذاتها احنا نهتم بها قد ما نهتم هي شنو تعني ان كبشر يتعاطون ويتعاملون ويا المعنى. فانا ما اسافر ولا اشتري ولا الا شنو هاي الاشياء تعني لي، فراح يكون التركيز بالايموشنال براندنج على شنو هذا البرودكت يعني للشخص. تمام. اكو فد مقوله بريش حلوه بالسيكولوجيه يقول لك انه مثلا انت ويا صديقك جيت وتعاملت وياه في التعامل زين ولا لا وضوجته زين ولا لا، من ضوجته ورا 10 سنين ما يذكر انه انت ليه ضوجته، لا يذكر انه انت ضوجته بس، ما يذكر شنو قلت او شنو يذكر سويت، العواطف بس، يذكر العاطفه اللي نتج عني انه علي ضوجني بس وقتها ما ذكر شنو حكي يمكن. هو ما شكله ضوجك عندي. اوكي لك يا عادي. اوكي الشيء اللي صار انه شافوا انه انا اذا ضوجت علي ما راح اتذكر انه امير قال لي فلان شيء وانا قلت له فلان شيء هو قال لي فلان شيء اذا انا ضوجت، لا يذكر انه ضوجني خلص، يتذكر العواطف. فالهويه تنبني على مجموعه عواطف انه شلون اتعامل ويا بالضبط. فتحول الكونسبت من فروم كاستمرز، الشركات ما قامت تركز على اساس انه بس اشتروا وانما قامت تعمل على اساس بيبل، مثل تومز اللي هو واحده من الكامبين اللي كل شيء اشترت او اللي هي التاج لاين مالتهم والبيج ايديا يقول 1 فور 1 ان انت لا تشتري حذاء باي مكان بالعالم انا راح بالمقابل اعطي حذاء لشخص بافريقيا، وهذا الشيء وصل تقريبا ل 10 مليون شخص طعم ازواج احذيه، نفس الوقت ساعدوا على اساس لو تشتري سان جلاسز جديده احنا نشارك بعمليه او نشارك بشفاء شخص اللي يعاني مشاكل البصر، تمام؟ فهذا هي قيمه انسانيه دخلتها كشركه باللايف ستايل مالتها. From product to experience مثلا نايكي، انا ما اشتري بس حذاء وانما نايكي تقول انه انت الفائز، انت الوينر اللي هو السويش افكت، الشخص من يسحب سيف، تمام؟ فدخلت هذا الالمنت كرساله انه هذا الحذاء اكثر من كونه حذاء، هذا رساله للانتصار والفوز، نعرف احنا البشر بطبيعتهم يكرهون الخساره، فدخل بقيمه انسانيه، صار الحذاء اكثر من كونه حذاء، صار انما لايف ستايل. From service to relationship. الشركات بتحاول تغير مفهوم السيرفيس بس مجرد تقدم سيرفيس الى تكون علاقه. ابسط مثال بس احنا كنا عايشين شركه ادوبي، الشركات اللي احنا كنا نتوقع نستخدم البرامج مالتها من فوتوشوب والستريتر الديزاين غيرها. تقدم خذ بالك برنامج وانت تشتغل عليه وبالتالي تطلع الناتج مالتك زين. وهذا كافي بالنسبه لهم؟ لا كافي. انا لازم ابني علاقه ويا التارجت مالتي، لازم ابني علاقه ويا الديزاينرز اللي يشتغلون على المنتج مالتي او يشتغلون على السيرفيس مالتي. هاي العلاقه انتوا عايشينها. بيهانس هي اللي تسويه انه تربط المصممين ببعضهم كل الدول، يتعرفون واحد على الاخ، ياخذ خبره من الاخ، وبالتالي تشتغل على مبدا الريليشن شيب. ادوبي تتعامل وياك كشخص، تحتاج علاقات، تحتاج انك تتعرف على ناس، ما تعطيك بس خدمه وبرامج، لا تتعاملك كشخص ولك احاسيس، وبالتالي تسوي علاقه معك. اوكي زابوس نكست. زابوس من البراندات المشهوره بالاحذيه. عندهم الكيس اللي كلش حلو على مفهوم السيرفيس. جت في اليوم واحده اشترت من عندهم 4 ازواج حذاء، اوكي؟ فرجعت البيت خابرت على السيرفيس مالتهم، الو اني 4 اشتريت منكم اريد ارجع 2. الو ترجع 2 بسبب شنو؟ عندها مشاكل صحيه برجلها. فموظف الخدمه شنو قال؟ قال لها تمام، طبعا اللي هي عندهم الريسنت بوليسي انه تشتري عدد ازواج احذيه تبدلها، بسبب انه زابوس هو متجر الكتروني، تعرفون ان احنا دارين نشتري من متجر الكتروني البرودكت ما راح يشوف، ما تقدر بسهوله تقرر شنو تشتري، فحتى يحلون هاي المشكله واكثر يكونون اتشمنت ويا شو اسمه التارجت مالتهم، بالتالي خلوا الريتين بوليسي اللي انت تشتري برودكت اذا ما عجبك الحذاء تبدله، تقدر تبدله. فاتصلت بيهم قالت لهم انا اشتريت 4 ازواج، 2 مو مناسبه لرجلي بسبب المشاكل الصحيه. مشاكل صحيه حجم الرجل مالتها يتغير، انه مره تورم ومره لا. السي او مالتهم عرف هذا الموضوع، بس سوى عرف هذا الموضوع لان ابوه كان بي نفس الموضوع كان ابوه، بس سوى اخذ 12 واحد من الناس اللي يشتغلون بالشركه مالتهم، اخذوا ورد راحوا لقيتهم
واخذوا الزوجيه وطوها الولد وبالتالي نشر على الفيس ووصلت تقريبا هاي القصه لهواي ناس واشتغلت بها زابوس، فكانت تجربه كلش حلوه. ما كان بالسيرفس لا، بنت علاقه زابوس، بنت علاقه ويا الكاستمر. هو تقريبا تو ميجر مسجز اريد نوصلها بهذا السبيتش. الاولى انه الكومبانيز تشتغلون على اساس البيع، وانما خلي يكون الفوكس مالتكم انه انا شلون اقدر اثر بحياه الناس. الرساله الثانيه انه الديزاينر هو مو شخص يشتغل على تولز، وانما هو الشخص الثينكر اللي ممكن يحل المشاكل واللي هم ياثر بحياه الناس. اغلب الحلول اللي ممكن اثرت بالعالم كانت على اساس الشخص المفكر اللي يفكر بالمشكله وحلها. بالتالي الديزاينر هو الشخص المفكر اللي المفروض يحل المشاكل. وبرايي مشاكل العراق هوايه، لكن الحل ممكن يكون ينطلق منها على اساس المصممين، الناس اللي يفهمون المشكله قبل ما يفكرون بس يقولون اكو مشكله. تمام، شكرا جزيلا.